إذا أنت شاب أو صبي وما بقى طايق بلدك نهائي، وحتى ما معك مصاري، معك شوية مصاري بس أنجأ بدك تطلع تبج تجي على اسطنبول، هيدا الفيديو لكم. من أجواء المعيشة يا جماعة باسطنبول بالنسبة لهيدا الموضوع تحديدا بفهمكم كتير منيح. أوقات ما بيكون عندكم يعني خلص ما بقى بدكم تقعدوا بالبلد، لو شو ما كان، لو هون ما في شغل، لو وبدكم تجوا، انتبهوا ما فيكم تجوا لحالكم تستأجروا بيت، ما رح تزبط معكم. حقه كتير البيت أجار كتير غالي، الأجارات كتير غالية والمصاريف وكل شيء، المعاش هون ما بكفي هذا الموضوع. لذلك أنا بنصح شغلي هون، جمع أو جمعي رفقاتك أو رفقاتكم، جمعيهم يكون عندهم نفس التفكير اللي أنت فيه. خلص ما بقى فيك بدك تطلع من البلد، أو ما بقى فيك بدك تطلع من البلد، 3-4 أشخاص من العائلة من الأصحاب من كل شيء، واحملوا حالكم وتعوا بعدين تتقاسموا البيت هون، تكونوا عارفين تفكير بعض أصلا يعني، وأطباع بعض شوي يعني، لأنه هون إذا بتنزلوا بسكن شبابي ناس جديدة ما بتعرفوها بالمرة. المهم اعملوا مجموعات واحملوا حالكم واطلعوا لهون. هيدي إذا ولا بد يعني خلص، أنا ما عم بنصحكم تجوا أو ما تجوا، عم لكم إذا هيك أنتم معندين وهيدا هو القرار اللي أخذتوه اوريدي، ما تجي لحالك. أوكي هيدا كل ما في الأمر. يلا قولوا بلال مش عم بفكر معنا وعم جرب يساعدنا والله العظيم. يلا قولوا شو باي باي.